السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي، والنهاردة إن شاء الله هنكلمكم على الفراخ الوادي. الناس اللي مش عارفة الفراخ الوادي طبعا ليها كذا اسم، الفراخ الوادي والفراخ الفرعوني. تمام. فطبعا دي من احسن انواع الفراخ، وطبعا رخيصة جدا مش غالية، وطبعا بترجع للانواع الزينة او طبعا للفراخ اللي هي ممكن نربيها على السطح عادي مفيش اي مشاكل. بس مشكلتها حاجة واحدة، الصوت والازعاج، مزعجة جدا، على طول بتعمل صوت عالي، وفي نفس الوقت جبانة جدا، بتخاف من اقل حاجة ممكن تعدي جنبيها. تمام. ده الفراخ الوادي. وطبعا صعب ان انت تعرف الديك من الفرخة، عشان تقريبا بيبقى شكل بعضيهم، قليل قوي اللي يعرف الديك من الفرخة، وده طبعا هنعرفه في الفيديوهات اللي جاية الديك من الفرخة. حلو الكلام. معانا هنا طبعا الفراخ الانصاص. اللي معرفش يعني ايه انصاص، الفراخ دي بيبقى نص حجازي وهنعرف الحجازي. تمام. ونص هندي، يعني بيجيبوا الديك هندي وبيبقى الفرخة حجازي ويدخلوهم على بعضيهم. تمام. بيجيبوا معانا الفراخ الانصاص ام صدر عريض، دي بتبقى جريئة جدا، لحمتها حلوة مميزة، العصب بتاعها ناشف، بتبقى رقبتها طويلة، رجليها طويلة، ديلها بيبقى نازل لتحت، لونها ابيض في اسود. تمام. عشان الحجازي معظمه بيبقى ابيض وقليل فيه الاسود خالص. كده انا بعرفك المواصفات اللي موجودة عندي. الاسعار برضو هنعرفها مع بعضينا في قلب الفيديو ان شاء الله. تقريبا الفرخة دي هتعمل لها حوالي في وقتنا هذا دلوقتي، عشان التصوير ده كان قديم. تمام. الفرخة دي هتعمل لها حوالي 400 ل 500 جنيه، اللي هي الانصاص. تمام. بتبقى شغالة. معانا هنا الهندي. الناس اللي ما تعرفش الهندي، ده الهندي الشعبي، اللي هو بمعنى صح يعني تقليبه على قد شوية. الديك هيعمل تقريبا 300 جنيه، الفرخة هتعمل تقريبا 200 جنيه. ده الفراخ اللي هو يعتبر هندي على تايلاندي، اللي هو بمعنى صح الشعبي، مواصفات او تقليب عادية خالص. برضو هنجيب الهندي الاصلي وهنشوف تقليبه وهنشوف كل حاجة. يعني ده يا عم احمد ايه مواصفاته؟ لا ده انا اقول لك داخل عليه تايلاندي، داخل عليه مثلا برازيلي، داخل عليه اي نوع تاني، داخل عليه ممكن يكون داخل عليه بلدي. يعني ده مش هندي اصلي. الهندي الاصلي ما بيبقاش كده خالص، بس ده احنا بنسميه هندي شعبي. تمام. اللي هو يعتبر بيبقى هجين، في لغد مفهوش بلابل. تمام. في لوزة بق صغير بس ديله واقف لفوق. تمام. الفرخة برضو قريبة من البلدي قوي، فالمواصفات مش اللي هي. فاحنا بنشوف معانا حاجة حاجة كده مع بعضنا ان شاء الله. معانا هنا البراهمة. البراهمة هنا برضو هنتكلم برضو في البراهمة، ده الشعبي مش البراهمة الاصلي، وهنجيب برضو البراهمة الاصلي ونقول مواصفاته ونقول دنيته. البراهمة زي ما احنا شايفين. تمام. اهو معانا الديل المرفوع اللي فوق هنا، الظهر مساوي، المفروض الظهر يبقى 7. تمام. عشان احنا قلنا ده شعبي. اللوزة بص هنا باينة عاملة ازاي، البلابل برضو. حلو الكلام. فده كله برضو هنشوفه معانا، وهنتكلم على المواصفات الأصلية مع بعضين. طيب مميزاته ايه يا عم أحمد؟ مميزاته اللحمة بتاعته جميلة جدا، شكله زينة، صوته في النباء يعني لما يجي كاكي بيبقى تخين. تمام. لحمته زي ما قلنا جميلة، المناعة بتاعته محترمة عالية. آه حاجة هادية، مش من الفراخ اللي هي بتتنطط وبتجري وبتعمل دوشة. لا انت لو سبته عندك في الشقة، في الجنينة، في البيت، في اي عدة، ما بيعملش دوشة، بيتحرك بطيء جدا، مش اللي هو سريع. طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو الاصل بتاعه بيبقى امريكي، بيبقى تهجين بين الهندي. حلو الكلام. والصيني. طبعا احنا كلنا عارفين السلالة الصيني، وطبعا دي هنشوفها مع بعضينا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. لما هاجي اتكلم عن البراءمة لوحده هقول لك كل المواصفات بالطريقة الصحيحة والأصلية بتاعته عشان تعرف تشتري البراءمة. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الحاجة الموجودة اللي هي الشعبي. ده برضو شعبي، انا هكلمك على الأصلي بالظبط، وهيكون متوفر عندنا ان شاء الله، وهقول لك تجيبه منين.
طبعا ده الوز البلدي بتاعنا اللي هو متربى على السطح، وهنتكلم على التربية الصحيحة ان شاء الله الفترة اللي جاية، اللي ازاي الحاجة تنتج في الصيف وفي الشتاء. طبعا وده الرومي شفناه مع بعضينا ما شاء الله، صيف شتاء كان شغال برضو عندنا. اللي هو باين قدامنا ده الفراخ الصويا ده تهجين مع اللامبرجيني والفراخ الهندي. اللي قدامنا برضو ده تهجين كنا عاملينه مع الرومي والفراخ الهندي. طبعا الناس كانت متابعاني من زمان، كنا بنعمل تهجينات عشان نطلع سلالات جديدة بين السلالات وبعضيها. وده طبعا هنشوفه ان شاء الله الفترة الجاية، اللي انا بظبط السطح اليومين دول وبرجع الطيور تاني، عشان كانت من هوايتي تربية الطيور. وده اللي هنعرفه مع بعضينا الفترة الجاية بإذن الرحمن. طبعا احنا بنأكل ايه؟ احنا بنأكل علف، وطبعا شوية خضرة زي ما احنا شايفين، شوية عيش موجودين عندنا بنطلعهم، اي حاجة موجودة عندنا بنطلعها. وطبعا هنتكلم على اكل الصيف واكل الشتاء، عشان اكل الصيف حاجة واكل الشتاء حاجة تانية، عشان نقدر نعدي المخاطر ونقدر نعدي معانا المشاكل بتاعة الصيف بالاكل، ونقدر نعدي مشاكل الشتاء برضو بالاكل. يبقى عرفنا كده المشاكل بتيجي في الصيف من الاكل، والمشاكل بتيجي في الشتاء من الاكل. وده طبعا اللي هنعرفه ان شاء الله في الفترة اللي جاية باذن الرحمن، عشان نعدي المشاكل كلها. تمام؟ فانت كل المطلوب منك هتتابعنا ان شاء الله، وهتشوف مننا كل ما هو جديد عن طريق الطيور وعن طريق الماعز. وده كله هنقدمه لك باذن الرحمن بطريقه صحيحه وعلميه وبسيطه، عشان تستفاد منه، عشان انت تستفاد واحنا نستفاد بالتربيه الصحيحه، عشان يبقى عندك ديك رومي بالشكل الجميل ده بيجي عن طريق الاكل. حلو الكلام. والطريقه التربيه الصحيحه. طبعا التهجينات اي حاجه هتربيها كلها ليها تربية مخصصة. يعني البط غير الفراخ. البط ده والوز ده كائن مائي بيحب الرطوبة، لازم يعيش في مكان رطب، لازم توفر له الرطوبة. عندنا كل الطيور بتحبش الرطوبة، يعني اللي هي الطيور زي الفراخ الوادي، اللي احنا زي الفراخ، اي نوع فراخ عامة ما بيحبش الرطوبة، فانت لازم توفر له مكان ما فيهوش رطوبة. هديك باب مثال، يعني مثلا ما عندنا الفراخ دي بتحب تنام في مكان عالي. تمام؟ ليه؟ عشان تبعد عن الرطوبة، عشان الارض بتولد معايا رطوبة. عكس الرومي وعكس الحاجات دي كلها بتنام معايا، عكس الوز والبط والحاجات دي عفوا، بتحب تنام على الارض، ما بتلاقيش حاجه منهم تنام عليها، بتحب تنام على حاجه فيها ميه، بتحب تلعب في الميه، تحب تشرب ميه كتير، ان ده كائن بيحب الميه بيحب الرطوبه. يبقى انت لو بتربي وز وبتربي بط لازم توفر له ميه بصوره عاليه، حياته كلها في الميه. طيب انا بربي عم احمد فراخ، لا انت تبعد عنه الميه خالص في المكان، لازم المكان اللي هو عايش فيه جاف، ولازم ينام في مكان عالي بالليل، عشان لو نام على الارض الرطوبه هتمسك فيه وهتموته. حتى لو عندك كتاكيت صغيرة بتربيها حطها بالليل في مكان عالي. حلو الكلام، عشان الرطوبة ما تمسكش فيها وتموتها. طول النهار عادي، لكن بالليل لازم تحطها في مكان مرتفع. انت سيب الفراخ او الرومي او اي حاجة كده بتلقاء نفسها تطلع تبات على اعلى نقطة موجودة عندك. تمام؟ عشان ما بتحبش الرطوبة. برضو الوز بيحب ينام على المية، بيحب البط يحب ينام على المية. ليه؟ ان هو كائن بيحب الماء، كائن ربنا خلقه بيحب المية، فمن المية بتولد الرطوبة. فدي كلها معلومات هنعرفها مع بعضينا ان شاء الله عشان نقدر ننجح. الحاجة اللي هي بتحب الرطوبة بتزيد على الرطوبة، ما بتزيدش من الاكل. وركز معايا في المعلومات دي عشان برضو تبقى عارفها. طول ما انت بتدي اكل حلو وما اديتهاش الرطوبة، تمام، الحاجة هتروح منك. تمام؟ فانت لازم تدي الرطوبة بتاعتك الكافية. الحاجة التانية اللي هو الطيور اللي احنا شايفينها معانا دي، لو اديتها اكل حلو وصحي وحطيتها في مكان رطب مش هتزيد معاك وهتتعب وهتعيا. يبقى انا كده بوصلت لك معلومة، وبرضه هنوضحها في الفيديوهات اللي جاية باذن الله. مش طول حضرتك، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو اول مرة بتتابعنا دوس اشتراك للقناة وفعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.